حتى واحد فينا ما كيختار والديه ولا البلاصه فين كيتزاد. انا كتب لي نتزاد فواحد الوسط استثنائي وكبرت مع عائله ماشي عاديه. هاد القصه ديال جوج خوت ولا نقول جوج غلطات، كل واحد من اب مختلف وام وحده اللي اختارت تضحي بكرامتها ومستقبل ولادها على قبل الفلوس السهله. القصه ديالي فيها بزاف ما يتعاود، تبعوا معايا حتى الاخر. وكيف العاده ديروا لايك وما تنساوش تابوناو في قناه شوف قصتي. بحالي بحال بزاف ديال الولاد والبنات اللي تزادوا في هذيك الدار اللي كنا ساكنين فيها، ما عنديش الاب ديالي حيت الوالده ما عقلاتش على شكون فيهم من هذوك الرجال الكتار اللي دازوا في حياتها. غادي تكونوا فهمتوا علاش. انا تزاديت في دار ديال الدعاره فيها غير البنات والعيالات اللي خارجه الطريق، وبزاف ديال الغلطات اللي بحالي بنات وولاد. والحياه ديالنا اليوميه ما كانتش عاديه، ديما عندنا الدار فيها الرواج وديما البراني داخل خارج. كل ليله كانت الوالده وصحاباتها تيلبسوا ويتزوقوا وتيخرجوا، وحنا تنبقاو مع امي حليمه هي الكبيره فيهم. وإلا ما خرجوش كانوا تيجيو عندنا الرجال للدار تيبقاو عاطينا غير التقصار والطاسه والنشاط حتى من وقت. فيهم وجوها اللي ولفناهم حيت ديما كيجيو، وكاينين اللي جداد علينا. ما كنتش مسوق هذيك الساعه، راكم عارفين تتكون باقي صغير وما فاهم والو وما عارفش الجحيم اللي كيتسناك ملي غادي تكبر. ما تربيناش بحال الناس، كان اللي جا كيهزك ويلعب معاك براني ولا معاك في الدار، ما كاينش اللي مسوق لك. كل شيء ملاهي مع الطاسه والقصاره والفلوس اللي داير عليها الفيلم كامل. فاش درت انا 6 سنين الوالده غادي دير الغلطه الثانيه ديالها وغادي تحمل عاوتاني. كنت فرحان مع العقل ديال الصغر، كنت كنقول لهم دابا غادي يولي عندي اختي وبابا، ولكن الواقع حاجه اخرى. هذاك العام كنت انا في الروض، كانت امي حليمه هي اللي كتديني وكتجيبني، وكنا فاش كنقراو على الاسره تنبقى نسول على الوالد وعلاش ما عنديش جدودي ولا عمامي وخوالي. كانت كتحبس البكيه وكتقول لي راه عندك جدودك غير ما تقبل ما تزاد، وماماك ما عندهاش خوتها بقات بوحدها، داكشي علاش ما عندكش خوالك. كانت كتسطحني بهذيك الهضره وصافي، ولكن كانت عارفه راسها غادي يجي واحد النهار وما غاديش تقنعني بهذا الكذوب ديالها. الحقيقه في نهايه المطاف غتبان. ملي دخلت المدرسه بدات المعاناه ديالي. كنت ديما انا اخر واحد تيشري الادوات المدرسيه حيت الوالده ديما دايخه ولا سهرانه في شي قنت مع الكليان ديالها، قرا انت ولا ما تقراش. كانت عارفه باللي في الاخر راه ما غاديش نولي طبيب ولا نصنع النواوي. تتقول في راسها انا راه غادي نخرج من المدرسه بكري، واختي غالبا غادي تاخذ بلاصتها ملي تكبر وتعيا. امي حليمه هي اللي كانت مقابله اختي، وهي اللي كانت كتجارى معايا باش ناخذ الكتوبه والادوات المدرسيه. كانت كتعاملني بطريقه مختلفه على البنات والدراري الاخرين، وحتى الوسط اللي كنت فيه ما كانش معاوني. التلميذ العادي ملي كيرجع للدار تلقى والديه موجدين الماكله، تيبدلوا ليه حوايجو، تيلقى اللي يدير مع التمارين ولا على الاقل ما تيخليهش يخرج الزنقه الليل كامل. اما انا شحال من مره مشيت بلا فطور وكل مخنن، وملي ترجع للدار تنبقى بحوايجي. كنت غير كنحط الشكاره عند الباب وتنبقى نقصر مع الدراري الاخرين اللي كانوا بحال خوتي، حيت كنا في دار وحده وجمعتنا نفس الظروف. ما كنا كندخلوا للدار حتى كتوقف شي طوموبيل ولا شي طاكسي وكيبدا يكلاكسوني على الامهات العفيفات ديالنا. هذا الشيء خلق لي مشاكل بزاف في القسم. ديما كنت كنتعاقب حيت ما كنخرجش التمارين، وكل عام تنكبر كتزاد المعاناه ديالي مع الحقره، ماشي غير مع المعلمين ولكن حتى مع الدراري في المدرسه. مع كل شيء كان عارف الخدمه ديال الوالده كانوا تيبقاو تابعيني وتيغوتوا امك وحده وباك 10 ولا ولد حنان الفاسقه وبزاف ديال الكلام الخاسر اللي حتى شي حد ما يبغي يسمعه. وكنت تنضرب بزاف بسبب هذا الشيء، وتيجيو الوالدين من بعد تيحقروا عليا حيت انا ما عنديش اب اللي غادي يدافع عليا. كنت ترجع حاقد للدار وتنبقى نحيح على الوالده وتنسولها شكون هو الوالد وفين مشى، علاش عمرو سول فينا. وكان ديما عندها جواب واحد فما، ما تبقاش تسولني، المهم رانك واكل وشارب وما خاصك حتى شي حاجه، شنو باغي اكثر من هكا. وديك الساعه انا باغي حاجه وحده، غير اب اللي دافع عليا وحسسني بالامان. ولكن الواقع هو انه عمرو كان عندي وعمرو ما غادي يكون. على الاقل هادشي اللي كان كيسحب ليا ديك الساعه. غادي نشرح لكم علاش من بعد. المهم عام على عام كنزيد نكبر وكنبدا نفهم اكثر، والاهم كتزاد المعاناه ديالي لا من جهه المعلمين ولا من جهه التلاميذ. هادشي خلاني حتى انا ديما مضارب، وكان تيزيد يخسر الصوره ديالي قدام الناس وكيعطيهم السبب باش يزيدوا يحقروا عليا. ولكن هادشي غادي يتبدل، وغادي طرا واحد الحاجه اللي غادي تكون نقطه تحول في حياتي. ملي وصلت للخامس ابتدائي كيف العاده ديما انا الاخر في الكتوبه وديما جاي حالتي مكرفصه. اللي تبدل هو انني بديت كنتاقلم مع المعامله والشوفه ديال الحقره. اللي جديد عليا هو الطريقه ديال واحد المعلم ديال اللغه العربيه.
ولفت كنجلس ديما في المقاعد اللورانيه، وراكم عارفين شكون كيجلس فيهم. من صغرك تيعزلوك وتيحطوك في واحد الخانه، وشنو الذنب ديالك؟ والو، غير حيت حوايجك موسخين ووالديك ما مسوقينش ليك. المهم النهار الاول خلانا نجلسوا فين ما عجبنا، وعطانا واحد التمرين، قال لنا كتبوا على اي حاجه طاحت لكم في بالكم، ماشي امتحان وما غاديش يكون التنقيط، وماشي مشكل الا درنا الاغلاط. قال لنا عبروا كيف ما بغيتوا، في نظركم شنو الموضوع اللي اختاريت؟ كتبت ليه على الامنيه ديالي باش نتلاقى مع الوالد ويرجع للدار وترجع حياتنا طبيعيه بحال كاع الناس. هذيك الحصه ما درنا فيها والو من غير هذا الشيء. الغد ليه غادي تكون مفاجاه اخرى. دار لنا صف حدا باب القسم وطلب من الحارس يعاونو، قلبوا القسم كامل. كنا موالفين تنجلسوا صفوفه طاوله مورا طاوله كيف كتعرفوا، رجعهم بجنب ورتبهم على شكل طاوله مستديره كبيره شاده القسم كامل. ما فهمنا والو، بقينا غير حاضين من الشرجم وكنتفرجوا. ملي سالا خرج عندنا بواحد اللائحه ديال الاسماء، واول واحد غادي يعيط بسميتو هو انا. صدمت، بقيت غير حال فمي شاداني الخلعه. شدني من يدي وداني جلسني في المقعد اللي ملاصق مع المكتب ديالو، وبقى غادي كل واحد تيشد ليه بيديه وتيديه لبلاصتو. فاش كلشي جلس عاد فهمنا شنو واقع. كان كيحط كل كاسول حسب التعريف التقليدي اللي في بالي وبالكم، حدا مجتهد ولا متوسط المستوى. هذيك الشده اللي شدني من يدي خلاتني نحس بواحد الشعور في شكل ما عرفتش واش فرحه ولا حزن. المهم حسيت بشويه ديال حنان الاب اللي ما عنديش. بدا تيدير لينا دروس تمهيديه. ملي سالات الحصه عيط عليا، بقيت غير انا وياه في القسم. جبت شي ورق تيقلب فيهم وانا مزري غير بوحدي، ما فهمتش شنو واقع. جبت الورقه اللي كتبت في الحصه الاولى ودار عندي: ولدي عماد، لاباس عليك؟ كيف غادي مع الدراسه؟ انا حشمت، تنقول مع راسي شي قالب في شكل هذا. حضرت راسي ما عرفتش باش غادي نجاوب. حطيت الدو على راسي وقال لي: ما تحشمش، بغيت غير نتعرف عليك اكثر. واش باباك ما ساكنش معاكم؟ صدمني هذا السؤال، عمر شي حد سولني على الوالد. وفي نفس الوقت فيق فيا واحد الهم قديم. تغرغروا عينيا وتزيزنت. واش ميت؟ حركت غير راسي قلت ليه لا. في الداخل ديالي ما كرهتش شكون غير كان ميت، على الاقل غادي نحيدو من راسي وما نبقاش نحس بهذاك الفراغ اللي في الداخل ديالي. وفين مشى؟ قلت ليه ما عرفتش. سكت واحد شويه وبدا تيفكر وقال لي: شوف ولدي، انا راه عارف الظروف اللي كتعيش فيها وما عندك لاش تحشم. هز راسك الفوق، داكشي اللي كتعيش دابا ما كتحكمش فيه انت، ولكن المستقبل ديالك تقدر تحكم فيه. هاد الجمله هي اللي غادي تبدل كل شيء. المعلم ما خسر والو، كان بامكانه ما يصدعش راسو ويدير بحال كاع المعلمين اللي دازوا، وكانوا عارفين طبيعه العمل ديال الوالده، ويعلم الله كاين فيهم كاع اللي كان ما كراش يستافد من الخدمات ديالها، ولكن كان عارف القوه ديال الكلمات، والاهم انه كانت فيه بزاف ديال الانسانيه وتمارس مهنه التعليم عن حب وقناعه. حل واحد المجر وجبد لي شي دفاتر وادوات، قال لي: هاك هادو خدم بهم حتى الغدا وغادي نعطيك المقررات بلا ما تشريهم. انا بقيت غير حال فمي، حتى شكرا هي الاخرى ما قدرتش نقولها ليه. قبل ما نخرج طلب مني اخر طلب، قال لي: بغيتك توعدني كل ما كان عندك شي وقت خذ ورقه وستيلو وبدا تكتب على اي حاجه طاحت لك في بالك، بحال اللي درنا في الحصه الاولى. قلت ليه واخا وخرجت. هذيك الهضره ديال المعلم عطاتني واحد الدافع ما عمرو كان عندي. عرفتوا داك الاحساس اللي تيكون عندك ملي كتبغي باك يكون فخور بك؟ ما تسوقش للدار وداك الهرج اللي فيها، وعلى غير العاده مشيت لواحد الركنه وجلست في الارض وجبت ورقه وستيلو. بقيت شحال وانا ما عارفش علاش غادي نكتب، حتى جات جلسات حدايا امي حليمه وانا نبدا نكتب عليها نيت هي. ديك الليله ما جانيش النعاس، كنتسنى غير امتى يصبح الحال باش نعطي الورقه للمعلم. الغد ملي دخلت عطيتها ليه، شدها وبقى تيقرا فيها وكيبتسم. قال لي: رائع، مزيان، كمل بحال هكا. ومشيت جلست في بلاصتي فرحان. الصراحه الا جيت نهضر على هذا المعلم ما غاديش نتقاضى، داكشي علاش غادي نركز غير على النقاط المهمه اللي غادي تبدل لي حياتي وعندها علاقه مباشره بالقصه ديالي. نرجعوا شويه شنو واقع في دارنا في هذيك الفتره. هذاك العام دخلت اختي الصغيره الروض، وكيف ديما امي حليمه هي اللي كانت كتديها وتجيبها، غير هي بدات كتكبر وكتعيا، وانا وليت كنراجع بوحدي وتندير التمارين الراسي. ودرت نفس بعض المرات ما كانش كيجيني النعاس بالبكا الا ما عرفتش شي تمرين، وتنبقى مضارب معاه الليل كامل. الوالده حتى هي كبرات وما بقاتش كتدبر على كليان بزاف، وحتى النوع ديال بنادم اللي ولا تيجي عندنا تبدل عادي، حيت هي بدات كتشرف وولات كتشرب بزاف وكتبقى معنا في الدار ديما. زدت حقدت عليها وما بقيتش كنحملها حتى تحط يديها عليا. واحد النهار كنت جاي من المدرسه ودزت للروض في طريقي نجيب اختي. ملي وصلنا راس الدرب تلقاو لينا شي دراري وبقاو تيقولوا لنا شي هضره خاسره وشوف لينا مع الوالده ديالك وشي هضره بحال هكا. كانوا كبر مني، ما قديت ندير حتى شي حاجه، بقيت غير كنغلي في الداخل ديالي.
وجاي في الطريق وكنبكي من كثرة الحقرة. مع دخلت للدار جبدت ورقة والستيلو وبديت كنكتب على هذاك الشيء اللي طرا، وشحال ما بقيتش كنحمل الوالدة حيت هي سببنا في هذا الشيء كامل. ساليت خشيت هذيك الورقة في واحد الدفتر ونسيتها، حتى لواحد النهار غادي يسولني المعلم واش كتبت شي حاجة. تفكرت هذيك الورقة وانا نجبدها، خداها من عندي وكملنا الحصة عادي. من بعد فداك العام نيت امي حليمة غادي تمرض مرضى خايبة وغادي تطيح الفراش، وكان خاصني انا اللي نقابلها حيت ما كاينش اللي غادي يعقل عليها. كنت كنجيب لها الماكله لحداها وانا اللي كنت كنعطيها الدواء ديالها. كنت كنجيب الكتوبه ديالي وكنجلس حداها انا واختي، وبالليل تنعسو معاها بجوج. مره كتبقى تعاود لينا الحجايات ولا شي حوايج من الماضي ديالها، ولكن كنت كنحس بها مخبيه شي حاجه. حيت عمرها عاودت لينا على كيفاش تلاقات هي والوالده وعلى طبيعه العلاقه ديالهم، وحتى فاش كنت كنسولها كانوا عينيها كيتغرغروا وغير كتسطحني بالهضره. وديك الورقه اللي كتبت اخر مره هي اللي غادي تكشف الحقيقه اللي بقات مخبيه لسنوات. قراها المعلم وبغى يتلاقى بامي حليمه ولا الوالده. قلت ليه الوالده راه ما غاديش تجي، امي حليمه راه مريضه. ويقول لي ماشي مشكل، انا غادي نمشي معاك للدار. بغيت نزورها ونشوف كيفاش بقات. انا تزنقت ما عرفت باش تبليت. ناري المعلم القدوه ديالي غادي يمشي معايا ويشوف انا فين عايش. ما رضيتش وبقيت غير كنخربق في الهضره. قال لي ما تخافش، انا راه عارف اللي كاين وما عندكش علاش تحشم مني. سالات الحصه ومشى معايا في الطريق. كلشي التلاميذ بقاو غير كيشوفوا وما فاهمين والو، متيقن باللي راه مشى بالهم مع داكشي الاخر اللي داخله فيه الوالده. ولكن انا ما تسوقتش، حيت غير هذاك الامان اللي حسيت به وحنا غاديين في الطريق كان تيسوى عندي الدنيا وما فيها. ملي وصلنا بقى كيتسنى حدا الباب وانا طلعت للدار. جاب الله ما كانش الرواج وحتى الوالده ما كانتش. مشيت بالجراج مع شي قراعي ديال الشراب كانوا فوق الطبله. امي حليمه شافتني في هذيك الحاله وسولاتني مالك ولدي شو واقع. قلت لها المعلم راه لتحت راه بغى يزورك. قفزات مسكينه حتى هي وبدات كتقاد في حالتها. صافي دخل المعلم وسلم عليها وقال لي يا عماد الا كان ممكن اولدي تخرج وتخلينا بوحدنا. خرجت وبقيت غير غادي جاي. مشيت بعيد كاع انا في التفكير ديالي. بديت كنشك باللي واقيلا هو الاب الحقيقي ديالي، حيت داكشي اللي كان تيدير معايا ماشي عادي. ملي سالا وعيطات لي اختي طلعت لقيت امي حليمه كتبكي والمعلم واقف حداها. ملي بغى يخرج مد لها شي فلوس وقال لي هاد السيمانه بلا ما تجي للمدرسه حتى من بعد غادي نهضر انا وياك. صافي ومشى في حاله. قلبي بدا تيضرب ما فهمتش علاش وما فرحتش حيت ما غاديش نقرا هذيك السيمانه. باينه القضيه فيها ان جلست حدا امي حليمه وبقات غير كتبكي وما قدراتش تخرج الهضره. حتى بردات شويه وهي تقول لي ولدي عماد جا الوقت باش تعرف الحقيقه، ولكن بغيتك تكون راجل وتوعدني باللي مورا هادشي غادي تبقى كتبغيني كيف قبل وباللي عمرك غادي تخلي عليا. بقات شحال وهي ساكته وانا ما فاهم والو غير حال فمي، وهي تبدا تعاود لي الحقيقه اللي كانت مخبيه عليا هذه مده. حنا ما كناش مقطوعين من الشجره كيف كان كيصحاب ليا. الوالده كانت عايشه بخير في عائله محافظه، كانت عندها اختها صغر منها. فاش كبرات طرا ليها واحد المشكل مع الوالد ديالها وخرجت من الدار. في هذيك الفتره هي فين غادي تلاقى بامي حليمه وغادي تسكن معاها، ومن هذيك الوقت ما بقاش رجعت للدار. فرحت حيت عرفت باللي عندي جدي وجداتي. سولتها وفينا هما دابا علاش عمرنا مشينا عندهم. قالت لي ما كرهتش ولدي ولكن ماشي بيدي، ماماك ما بغاتش وحتى كون بغينا ما عارفينهمش فين ساكنين دابا، واش باقين في الحياه ولا لا. وبابا فينا هو علاش عمرو جا شافنا. سولتها بكل البراءه. قالت لي ماماك فاش كانت ساكنه معايا تعرفات على باباك ومورا مده حملت بك انت، وقبل ما تزاد سافر لبرا وما بقاش رجع من هذيك الوقت. حبسات القصه هنا وعاد ما زاد دخلت لي الفضول. القصه كانت ناقصه بزاف. شنو اللي خلى الوالده تخرج من الدار وكيفاش تعرفات على امي حليمه؟ والسؤال المهم بالنسبه ليا هو كيفاش دخلت الوالده لهذا العالم وهي كانت بنت دارهم وعايشه مع والديها، وعلاش الوالد ما بقاش رجع للدار، وعلاش ما عندنا حتى شي تصويره ديالو. بزاف ديال الاسئله ولكن حتى لهنا ما كانش عندهم جواب. هذيك الساعه انا مازال صغير باش نسول هاد الاسئله. داكشي علاش تجريت مع المشاعر ديالي ودرت داكشي اللي غادي يديروا اي دري في هذاك العمر. بقيت تنبكي وتنتمرمد في الارض وتنقول لها بغيت نمشي عند جدي وجداتي، ما بقيتش باغي نبقى في هاد الدار. بقات امي حليمه شحال وهي كتبرد فيا. على الاخر قالت لي نهار نولي بخير ونقدر نخرج تنوعدك غادي نمشي معاك نقلبوا عليهم بجوج. عاد بردت ونعست ليها بين يديها. الغد ليها انا ما نسيتش، والوعد ديال امي حليمه ما كانش كافي باش يسكتني. مع حليت عيني قصدت الوالده وبقيت عليها وانا كنغوت. فينا هما جدودي؟ علاش ما بغيتيش تمشي عندهم؟ وفينا هو بابا؟
ما عرفاتش باش تبلات، تصدمات ودغيا شعلات معايا. قالت لي راه قلنا لك ماتوا، ما تصدعش ليا راسي. كدابه. عاودت لي امي حليمه كلشي. هنا غادي تبدل ليها اللون ديالها وما عرفاتش باش تجاوب. وقفات ومشات كتحيح على امي حليمه. انا ملي شفت هذاك المنظر تخلعت وهربت للزنقه. واحد شويه كتبان لي الوالده لابسه حويجه وخارجه شاعله. طلعت عند امي حليمه لقيتها كتبكي وعنقتها، وعرفت باللي الوالده مشات للمدرسه عند المعلم وما حملتش راسي. انا اصلا مشوه وسط المدرسه بسبب الخدمه ديالها، ودابا غادي تزيد تكمل عليا، ولكن داكشي اللي غادي يجرى عكس التوقعات ديالي. ملي رجعت كانت كتبكي وساهيه بحال لي وحده اخرى ماشي هذيك اللي كنعرف. دخلت ومشات نيشان عند امي حليمه عنقاتها وحطات راسها على ركابها وبقات غير كتبكي. قربت منها وجراتني عنقاتني وعيطات على اختي حتى هي، وبقينا شحال وحنا معنقين بعضياتنا في واحد المنظر عمرو يحيد ليا بين عينيا. كانت هذيك من اللحظات القلال اللي حسيت بهم بحنان الامومه. ما عرفتش شنو قال ليها المعلم ولا شنو وقع بيناتهم، ولكن هذاك الشيء غادي يقلب حياتنا كاملين في هذيك الدار. سالا هذاك الاسبوع وداز كئيب لواحد الدرجه ما كتصورش. الوالده كانت غير جالسه في نفس البلاصه والقرعه ما فرقاتهاش، كتبقى غير ساهيه. امي حليمه تزير عليها الحال، كانت يسحب ليا حيت كتحس بتانيب الضمير ملي عاودت ليا الصراحه، ولكن ماشي هذاك الشيء. هما بجوج كانوا عارفين شنو كاين، انا واختي اللي كنا في دار غفلون. ملي سالا هذاك العام عاد فهمنا. المهم رجعت للمدرسه والمعلم داز معايا لواحد المستوى اخر، بدا كيجيب لي القصص بالفرنسيه والعربيه وكان كيطلب مني نقراهم ونكتب عليهم، وكان هذاك الشيء هو اللي كيخرجني من العالم اللي انا عايش فيه وكان كيدخلني العالم ديالي بوحدي، ما تنبقاش نحس فيه بالناس اللي دايرين بيا. الوالده بدات شويه بشويه كترجع للحرفه ديالها، ولكن ماشي كيف كانت قبل، غير مره. ملي قرب الصيف غادي نلقى واحد الصدمه كتسناني. بصح كانت صدمه قويه بزاف، ولكن كانت شر لابد منه. واحد النهار في الصيف كنلعب انا والدراري حدا الباب، حتى كنتفاجئ بواحد الشخص. قدروا شكون هو؟ المعلم ديالي. ما فهمت والو، جا لحدا باب الدار ونزلت عنده الوالده. ما عرفتش شنو قال ليها، طلعت لبسات حوايجها ومشاو بجوج خرجوا. تعطلوا بزاف وملي رجعوا بقاو واقفين بجوج، هو كيهضر معاها وهي غير حاضره راسها وعينيها مدمعين. جاني الفضول ومشيت عندهم، غير شافوني وهما يحبسوا الهضره. دار عندي المعلم وحط يدو على راسي وقال لي: ولدي عماد لاباس عليك؟ ما توحشينيش؟ حشمت وحضرت راسي قلت له قال الوالده: صافي نعول عليك. بزز باش خرجت الهضره وقالت له: صافي كون هاني يا استاذ. عرفتي انا راسي شحال ضرني، خصوصا انني كنت بديت كنشك في العلاقه ديالهم. ملي طلعنا للدار بقيت حتى سولت امي حليمه. كتبغيني ياك امي حليمه؟ ابتسمات وقالت لي: اكثر من اي حاجه في هاد الدنيا. وقول لي عافاك، واش المعلم هو بابا؟ ملي كبرت ودورت هاد الاحداث كامل في دماغي، وخصوصا ملي عرفت الحقيقه، عرفت باللي هادوك الاسئله كانوا كيجيوهم بحال الموس في قلبهم. تبدلات في وجهها وقالت لي: لا ولدي ماشي باباك. وعلاش كان مع ماما قبيله وخرجوا بجوج؟ بقات غير ساكته وقالت لي: قريب تعرفها ولدي، غير صبر. وما تعطلش الوقت باش نعرف. واحد الصباح فيقاتنا الوالده بكري ولبساتنا مزيان، ما كانتش موالفه ليها. كنت كنسحب راسي غير تنحلم حيت عمرها دارتها. قالت لينا: راه غادي يجي عندكم المعلم دابا شويه، نبغيكم ما ديروش البساله، كونوا مؤدبين. كيفاش هاد البلان؟ غادي نخرجوا مع المعلم؟ ما بقيتش فاهم والو انا في هادشي كامل. حتى لهنا ماشي ما بقيتش باغي نعرف شكون الاب ديالي ولا فين مشى، ولكن كنت بديت كنتشبت بشويه ديال الامل يكون المعلم هو الاب ديالي، ولا على الاقل يكون كيعرفه. وكنت تنقول هذه هي الحقيقه اللي مخبين عليا. المهم نزلنا ولقينا المعلم كيتسنى حدا الباب في واحد الطوموبيل ومعاه راجل اخر، وفرحت. قلت: صافي هذاك هو الاب ديالي. ركبنا معهم وزنا، بقينا غاديين وهما كيجمعوا بيناتهم، وانا غير كنشوف هذاك الراجل وانا كل فضول نعرف فين غاديين بينا. كنت كنتسنى بفارغ الصبر نعرف الحقيقه ويقول لنا: اخيرا انا باباكم. وصلنا واحد البلاصه كانت دايره من برا بحال شي مدرسه كبيره. نزلنا ودخلنا من واحد الباب صغير، بانوا ليا بزاف ديال الدراري والبنات كيلعبوا في ساحه كبيره. جات عندنا واحد السيده باقا صغيره في العمر، شافت فيا وقالت لي: اكيد انت هو عماد. وشافت في اختي وقالت لها: انت هي بشرى. شدات لينا من يدينا وقالت لنا: اجيو ندوركم معايا شويه. المعلم وهذاك الراجل دخلوا لواحد المكتب، واختي كانت فرحانه بزاف. اما انا وجهي كيعبر مزيان على الحاله اللي كنت فيها، بقيت غير حال فمي، كبر عليا الطرح. دخلاتنا واحد البلاصه دايره بحال شي اقامه فيها بزاف ديال البيوت، وحنا غاديين وسط الكولوار تيبانوا لنا دراري وبنات تيخرجوا ريوسهم من البيبان وكيشوفوا فينا. انا بديت كنحس باللي شي حاجه ماشي تليه،
من بعد وراتنا واحد الساحه فيها ملعب وواحد الصال واسعه وفيها تلفازه كبيره. اكيد غادي تكونوا عرفتوا البلاصه فين كنا. ملي سالينا لقينا المعلم كيتسنانا على برا. قالت ليه صافي ان شاء الله من نهار الاثنين يمكن ليهم يجيو، نخليو ليهم شويه ديال الوقت باش يوجدوا راسهم. خرجنا مع المعلم وخدينا طاكسي طريق كامله وهو غير ساهي وكيفكر. دانا لواحد الريستو على البحر وفيه الالعاب، البحر الالعاب والماكله على برا، الوصفه السحريه باش تقضي على اي دري صغير كيعيش في ظروف عاديه. خلي الا كان بحالي انا واختي عمرنا فتنا تا راس الدرب، مع تحطينا مشينا بالجرا كنلعبوا، وهو مشى جلس فواحد الطبله قريبه وغير كيشوف فينا وعينيه ما فارقوناش. خلانا على خاطرنا حتى سالينا وعيط لينا جلسنا حداه وكوموندا لينا ساندويتشات. من بعد نزلنا الرمله وجلسني حداه. جبد لي هذيك الورقه اللي كتبت فاش تعرضوا لينا دوك الدراري انا واختي الا بقيتوا عاقلين. قال لي هاك قرا هادشي اللي كتبتي في خاطرك. وانا كنقراها حقدت ورجعوا لي هادوك الاحاسيس كامل وتفكرت معاهم الحقره اللي كنت كنحس بها في الشارع وفي المدرسه. قال لي باش كتحس؟ بديت كنبكي وحطيت الضو على كتفي. قال لي هادشي كامل قريبي سالي، وما غاديش تبقى تعيشوا لا انت ولا اختك. ما غاديش تكون سهله عليك في الاول، ولكن انا عارفك قوي وغادي تصبر على اي حاجه في طريقك. وهاد الخرجه كامل كانت غير طريق باش يمهد ليا لداكشي اللي غادي يجي من بعد، وداكشي اللي كانوا مخبين عليا من نهار جا المعلم عند امي حليمه وفاش مشات عنده الوالده للمدرسه. كنهضر معاهم وقنعهم باش نخرج من هذيك الدار انا واختي الا بغاو يضمنوا لنا مستقبل حسن، والحل غادي تكونوا فهمتوه هو الخيريه. قال لي ابتداء من نهار الاثنين غادي نتحولوا لهذيك البلاصه اللي كنا فيها الصباح. كنت خايف بزاف ودماغ الصغر ما قدرش يستوعب هذا الشيء، خصوصا اننا الا انتقلنا تماك غادي نبدلوا حتى المدرسه. ولكن قال لي بلي راه شي حاجه زوينه هذه، حيت ما غاديش نبقاو نتلاقاو مع دوك التلاميذ اللي كانوا كيعايرونا وغادي نبداو صفحه جديده مع ناس جداد. واكد لي بلي غادي نبقاو ندوزو الويكاند والعطل مع امي حليمه والوالده في الدار، وحتى هو غادي يجي يزورني مره حيت موجد لي بزاف ديال الحوايج في المستقبل. في الصراحه كنت دايرو في مقام الوالد واللي قالها كنت كنديرها حيت كنثق فيه بزاف. المهم فاش بدا تيقرب نهار الاثنين بديت كنحس بالخلع اكثر وكنت كنبكي بزاف. امي حليمه كانت كتقول لي ما تخافش ولدي، تما غادي تعيش حسان من هنا وغادي تلاقى دراري بحالك غادي تفاهموا مزيان بيناتكم، غير صبر ولدي. اختي الصغيره ما كانش مسوقه ضاربه الدنيا بطالون، والوالده ما قدراش تستوعب هذا الشيء، بقات غير مصدومه. شحال وحنا غير كنتلاوحوا قدام عينيها في الدار وما كانش عاطينا حتى شي اهميه في حياتها. عمرني فهمت علاش، ولكن اكيد كاينه شي حاجه مورا هذاك الشيء. يمكن كانت ضامنه بلي غادي نبقاو ديما معاها وغادي يجي واحد النهار غادي تعوضنا، والله اعلم عاوتاني. ولكن هذه هي الحياه، بعض المرات ما كتعرف قيمه الحاجه حتى كتحيد من بين يديك. النهار الاخر قبل ما نتحولوا ما خرجت حتى شي بلاصه، هي اللي جمعت معنا الحوايج وكانت كتحاول ترطب الاجواء في الدار، وهي اللي طيبات لنا الماكله. العشاء اللي كلينا هذيك الليله كان بنين لواحد الدرجه ما كتصورش، تقول عطاتو الطاقه ديالها كامل ووقتها. وملي سالينا بقينا مجموعين حدا امي حليمه وكنضحكوا بيناتنا على شي حوايج طراو فاش كنت انا صغير، لدرجه انني نسيت باللي الغد لي راه غادي نمشي للخيريه. الصباح جا عندنا المعلم، توادعنا مع امي حليمه والوالده، وكانت حتى هي من اللحظات اللي بقاو متورخين عندي في الذاكره. بقاو تيعنقوا فينا وما سخاوش يطلقونا حيت بلا بينا غادي تخوى عليهم الدار بزاف، خصوصا امي حليمه. من بعد خدينا طاكسي ومشينا للمؤسسه الخيريه. ما نخبيش عليكم كنت خايف بزاف، وكل ما قربنا للباب قلبي كان كيزيد يضرب اكثر. ملي دخلنا لقينا جوج مربيات كيتسناونا، عطاهم المعلم السكان وتواضع معانا. عنقتو مزيان وما بغيتش نطلق منه، كنت كنطلبو بالبكا باش ما يخليناش تماك. هو يقول لي ما تخافش ولدي، جرب هاد السيمانه، الا ما عجبكش الحال انا نجي نرجعك بيدي للدار. كانت غير هضره باش نبرد حيت هو ما ناويش يخليني نرجع لهداك الوسط، وهادي غير المرحله الاولى في الخطه ديالو اللي كان موجد ليا. موراها انا مشيت مع مربيه واختي مشات مع الثانيه. تخلعت انا واختي، ما كناش فاهمين علاش فارقونا. قالت لي المربيه ما تخافش، غادي تلاقاو دابا شويه، نمشيو غير نوجدوا لك بلاصتك ونعرفوك بالعائله ديالك الثانيه. كانوا عازلين البيوت ديال البنات بوحدهم والدراري بوحدهم، ولكن المرافق الاخرى كان كيتجمع فيهم كل شيء. مازال غادي نعرفكم اكثر على الخيريه. المهم دخلتني واحد البيت فيه 5 ديال الناموسيات، كل وحده فوق منها لعبه. ملي شفت هذاك المنظر وانا نتهدن. قالت لي هنا غادي تكون بلاصتك فين غادي تنعس، وهي تحل واحد البلاكار فيه بزاف ديال الالعاب، وقالت لي اختار اللي بغيتي في هادو. انا عينيا وساعو وريوغي سالو، بقيت ساهي ودخت. اختاريت في الاخر واحد الدب كبير وانا حشمان،
قالت لي يلا سير حطو فوق فراشك، من اليوم هاد الدب ديالك وما كاينش اللي غادي يقيسو. عمرني كنت كنحلم تكون عندي بلاصتي ولا الالعاب ديالي بوحدي بحال الناس، وانتم عارفين علاش. وهذا الشيء اللي دارت معايا المربيه كان عن قصد، كيديروا هكا باش تحيد منك الخلعه ودغيا تحس براسك في بلاصتك. موراها قالت لي اجي دابا نعرفك على خوت، كلمه كتسمعها قلبك كيرتاح في الصراحه. مشات مني الخلعه ووليت متشوق اكثر، واخا كنت حشمان. دخلنا لواحد القاعه كبيره شويه، كانت دايره بحال الجنه، كلها الوان ورسومات. كانوا فيها دراري وبنات مقسمين على الطوابل، وكل واحد محني على الورقه ديالو وملاهي كيلون فيها، وجوج مربيات كيدوروا عليهم وكيعاونوهم. ما كنتيش كتحس بهم غير خدامات في المؤسسه. ملي كتشوف كيفاش كيتعاملوا مع الاطفال، كانوا قراب اكثر الامهات ديالهم. والجو اللي كان في هذيك القاعه كان عائلي وما تيخليكش تحس براسك براني. مع دخلنا كلشي دار جهتنا. قالت لهم بغيتكم ترحبوا بفرج جديد في العائله ديالنا، تنقدم لكم خوكم عماد. شافت في الجهه ديال واحد الطبله وبانت لي اختي سبقاتني ودغيا تخشات في هذاك الجو. قالت لهم عماد خو الهام، بغيتكم تعاونوهم بجوج باش ما يحسوش براسهم برانيين علينا. وناضوا كامل داروا بيا وكيعنقوني. هاد الشيء كان كافي باش حتى انا نتخشى في هذاك الجو العائلي اللي في دارنا وعمرني حسيت به. بدات كتعرفني على كل واحد، جلساتني حداهم وجابت لي ورقه وكاس عامر بالملونات. قالت لي كل نهار كنديروا انشطه، واليوم جيتي مع الحصه ديال الرسم والتلوين. رسم اللي عجبك، وإلا احتاجيتي شي حاجه يمكن لك طلب المربيات. موراها خلاتني معاهم وخرجات. بقيت شحال وانا كنتسائل علاش هادشي ما كنتش كنلقاه في الدار ولا في المدرسه اللي هذا هو الدور ديالها يا حسره. واش صعيبت لهاد الدرجه؟ زعما فين غادي يكون المشكل؟ مع الوقت الحياه خلاتني نفهم ونعرف اكثر فين كاين الخلل في المجتمع ديالنا. وحتى نتوما غادي تسمعوا شي حوايج نتمنى يخليكم تبداو تطرحوا الاسئله المناسبه وتبدلوا وجهه النظر ديالكم على المجتمع اللي عايشين وسط منه. ما عليناش نكملوا. في الاخر صدقت هذيك البلاصه اللي كنت خايف منها حسن بزاف من الدار اللي كنا عايشين فيها. كان كل شيء منظم وبالوقت. النهار كان مقسم بين الانشطه التعليميه، الماكله واوقات الفراغ. كنا كنخرجوا نلعبوا في واحد الساحه ولا في واحد البيت كانوا فيه الالعاب اللي غالبا كانوا غير الدراري الصغار اللي التقاده ديال اختي هما اللي كيكونوا فيه. وانا ما نسيتش داكشي اللي وصاني عليه المعلم. كنت ديما فين ما كنلقى شي وقت فراغ كنبدا نكتب داكشي اللي كنعيش تما ولا تنقرا شي قصه. واخا ولفت تما توحشت المعلم وامي حليمه بزاف. كنت كنتسنى غير امتى توصل نهايه الاسبوع باش نتلاقى بهم. غادي تقولوا علاش ما جبتش الوالده؟ عادي، حتى لهاد الفتره من حياتي ما كانت كتعني ليا بزاف، والمربيات عوضوا لي الحنان اللي كنت محتاج من عندها. نهار السبت في الصباح دخلت عندي المربيه، قالت لي وجد راسك ماما كتسناكم لتحت. صدماتني، انا كنت معول على المعلم هو اللي غيدينا. حسيت بخيبه امل حيت واعدني. ملي خرجنا عندها مشات اختي كتجري عندها وعنقاتها وهي فرحانه. انا لا، كانت باين عليا حاقد. واخا عنقاتني انا ما تزعزعتش من بلاصتي. قالت لي مالك؟ جاوبتها فينا هو المعلم؟ ياك قال لنا غادي يجي يدينا. بقى فيها الحال بزاف. قالت لي اما حسن انا ولا هو؟ ما جاوبتهاش، ولكن عرفاتني شنو غادي نقول بلا ما نهضر. المهم داتنا للدار باش نشوفوا امي حليمه. مع وصلنا مشينا كنتجاراو لعندها وتلاحينا عليها بجوج. فرحات بزاف، كانت ضعيفه اكثر من القياس وبحال اللي عايشه في عالم بالبيض والكحل. غير شافتنا ابتسمات ورجعوا ليها الالوان. الوالده وجدت لنا الغدا وجلسنا مجموعين كنعاودوا لهم على الخيريه والمربيات وداكشي اللي دوزنا فيها. كانوا في الاول خايفين تعرضوا للتعنيف ولا الاهمال تماك، ولكن وحنا كنعاودوا حسوا بالراحه ملي عرفونا مرتاحين في الخيريه. في العشيه ملي برد الحال جات الوالده مخرجه واحد الكروسه، قالت لنا غادي نخرجوا امي حليمه للجرده باش يضربها شويه ديال البرد. طلبات مني نعاونها نخرجوا هاد الزنقه. انا مع عقل الصغر كنت فرحان وقلت لها انا اللي غادي ندفعها، ولكن ما كنتش فاهم باللي الكروسه غير دليل على ان الساعه ديال امي حليمه قربات. مشينا لواحد الجرده وكنا كلنا فرحانين بالخرجه رغم البساطه ديالها، وخصوصا انني شفت الوالده كتعامل معنا كأم وكتحاول دير مجهود باش تقرب منا. واخا كانوا الاجواء زوينه، مره كنت كنتفكر المعلم وكان كيبقى فيا الحال. ما تسرطاتش ليا انه وعدني وما جاش. بالليل رجعنا للدار من كثره العيا، طحنا نعسنا في بلاصتنا انا واختي. الغد ليه كانت كتسناني واحد المفاجاه وكنظن غادي تفاجئكم حتى نتوما. في الصباح دق علينا المعلم وانا كنت غنطير بالفرحه. نزلت عنده سلمت عليه واعتذر لي حيت ما قدرش يجيبني من الخيريه. قال لي بغيتك تمشي معايا لواحد البلاصه، ولكن ما قالش لي فين. دخل لي الفضول ولكن الدنيا هانيه. المهم هو اني غادي نخرج معاه.
خدينا طاكسي وفي الطريق سولني على السيمانه كيفاش داز، وانا كنعاود ليهم متحمس حتى وصلنا لواحد الاقامه. انا راسي ضرني، بغيت غنعرف فين غادي بيا. قال لي غير صبر دابا تعرف. دخلنا لهاديك الاقامه، وصلنا حدا واحد الباب ويجبد الساروت وحل. مع الدخله غادي تبان ليا واحد المراه كتلعب مع دري، ولكن هذاك الدري ما كانش طبيعي. دارت عندنا ووقفات وابتسمات ليا، قالت عماد، وهي تجي عندي وجلسات على ركابها. اخيرا حصل لي الشرف، كنسمع عليك بزاف. قال لي المعلم كنقدم لك مراتي وهذاك ولدي حمزه. انا غير حال فمي وسطهم، ما قدرتش نستوعب. هاد المده كلها وانا كنبني سيناريوهات في دماغي ومعلق واحد شويه ديال الامل انه يكون الاب ديالي، وعلى غفله غنكتشف بلي السيد مزوج وعنده مرته وولده. قال لي ما تحشمش، اجي قرب من حمزه، اعتبره بحال خوك. انا ما كنتش حشمان، غير كنحاول نستوعب الحقيقه. وكانت حاجه اخرى اللي فاجاتني، هو ان ولد المعلم كان من ذوي الاحتياجات الخاصه، وهذا الشيء حتى هو زاد صدمني، وما كنتش عارف كيفاش غادي نحاول نتقرب منه في الاول. حتى جلسات معنا مرت المعلم وبدات شويه بشويه كتوريني كيفاش نتعامل مع الوضع. قالت لي انا غادي نخليكم بوحدكم، غادي نمشي نوجد لكم الغداء. والمعلم خرج، بقيت بوحدي معاه الراس في الراس. هز صبعو وشير لواحد القصه كانت فوق الطبله. مشيت جبتها وبغيت نمدها ليه، ولكن بقات يدفعها وما فهمتوش اشنو بغى يقول، حيت ما كانش كيخرج الهضره مقاده. من بعد وانا نعرف باللي راه باغيني نقراها، غير حليت القصه، لقيت راسي تخشيت في الادوار وما اكتفيتش غير بالقرايه. بديت كنمثل ليه وهو كيضحك ومتحمس، ودغيا لقيت راسي كنكون معاه واحد الرابط اللي غادي يزيد يتقوى مع الوقت. بقيت معاهم حتى العشيه، وقال لي المعلم خصني نرجعك للدار، غادي يكونوا داركم مازال ما شبعوش منك. رجعنا واخا ما كنت ساخي، وما كانتش هذيك هي اخر مره غادي نمشي عندهم. دوزت هذيك الليله غير حدا امي حليمه، وكانت باين عليها مريضه بزاف. الغد ليه مشات معنا الوالده للمؤسسه الخيريه. هذه كانت اهم مرحله في حياتي اللي غادي تساهم في التغيير اللي غيجي من بعد. وما بقاتش فيها الخلعه، حيت في المؤسسه في دارنا ولا عند المعلم كانوا كيتبدلوا عليا غير الحيوطه. اما فين ما كنت كنمشي كنحس براسي مع عائلتي اللي بقات كتكبر مع الوقت، ولاو عندي بزاف خوتي واخا ما ولداتناش ام وحده. كان عندي نفس البرنامج كل نهايه اسبوع، الخيريه الدار ولا عند المعلم، وهكا دوزت الصيف كامل. فاش وصلت الدخول المدرسي كان خاصني نبدا نمشي للمدرسه، وكانوا الصغار اللي في العمر ديال اختي كيقراو داخل الخيريه حتى كيوصلوا للثالث ابتدائي وكيتحولوا للمدرسه العموميه. وحتى واحد في الدراري ولا البنات اللي في المؤسسه ما كان كيمشي مخنن ولا موسخ. كل صباح كانوا المربيات كيدخلونا لواحد البيت فيه الحوايج، كانوا كيلبسوا الصغار، والكبار اللي بحالي كيعتمدوا على راسهم. وهذا الشيء عاونني بزاف، ما بقيتش غادي نخاف على اختي ولا يبقى بالي مشطون معاها. وبدا حتى المفهوم ديال القرايه كيتبدل عندي. قبل كانت زايده ناقصه حيت حتى شي واحد ما حببني فيها، ولكن بفضل المعلم ولا عندي حافز. وما غاديش نقول بلي ما بقيتش كنتعرض للتنمر، كانوا بعض التلاميذ كيعايروني حيت انا ولد الخيريه، ولكن على الاقل كانت احسن من الهضره اللي كنت كنسمع على الوالده فاش كنت صغير. في نهايه الاسبوع وليت كنمشي لراسي للدار، وما تبدلش البرنامج اللي كنا موالفين عليه. وفي القرايه كنت متفوق، واستفدت بزاف من المساعده ديال المربيات اللي كانوا كيعاونوني في التمارين الا حصلت، وكانوا ديما كيشجعوني. واحد المربيه الله يجازيها بخير جات لي واحد الطبله حدا الناموسيه ديالي باش نحط فيها الكتب والقصص اللي كان كيجيب لي المعلم، وكنت مواظب على القراءه. وبقات العاده ديال الكتابه حتى هي واحد الحاجه اللي ما نقدرش نستغنى عليها، حيت هي المتنفس الوحيد اللي كان عندي اللي كيخليني نخوي فيه قلبي وخلاني نصنع عالم ديالي بوحدي. واحد النهار جا عندنا المعلم الخيريه، انا تخلعت اكثر ما تفاجأت. كنت خايف تكون وقعت شي حاجه لامي حليمه، ولكن جا على قبل حاجه اخرى. كان هاز واحد اللائحه فيها اسماء ديال دراري وبنات، وكنت انا منهم. دخلنا لقاعه الانشطه وفرق علينا شي وراق، قال لنا كل واحد فيكم عنده سيناريو ديال الدور ديالو في واحد المسرحيه بعنوان الصياد والبجاعات السبع. بغيت كل واحد فيكم يحفظ الدور ديالو مزيان، وكل نهايه اسبوع غادي نبداو نتمرنوا عليهم مجموعين. كل شيء كان كيدور في عينيه وما فاهم والو، ولكن انا كنت فرحان. عجباتني الفكره بزاف. كل سبت كان كيجي ويدوز معنا تقريبا نهار كامل باش كنتمرنوا على الادوار مزيان، وهو اللي كان كيوقف على الديكور. حتى في وسط السيمانه كان كيجي يحضر معنا في النشاط ديال الاعمال اليدويه باش نصايبوا الازياء ديالنا. كل شيء تصايب باقل كلفه وبمواد عاديه، واهم حاجه صايبناه بيدينا، والنتيجه كانت رائعه. وكان كيبان داكشي احترافي. ما كناش عارفين علاش كنديروا المسرحيه في الاول. اللي كنا فاهمين هو اننا غادي نعرضوها داخل الخيريه قدام المسؤولين المربيات وخوتي وخواتاتي، ولكن الصدمه هي اننا غادي نتنافسوا بها مع مجموعه من المدارس والمؤسسات الاخرى في واحد المهرجان ديال المسرح المدرسي.
في نهاية العطلة كلشي عاون باش نوجدوا الخشبة. جاو حتى جمعيات أخرى ومتطوعين، ودرنا واحد المنصة كبيرة من الطوابل، ووجدنا الكراسة للمتفرجين. درنا التجربة الأولى قدام المعلم والمربيات على الخشبة باش يلاه نولفوها، والغد ليه كان الموعد الأول. بدات الساحة كتعمر لدرجة الكراسة ما كفاوش هذاك العدد ديال الناس اللي جاو هذاك النهار. وانا كنطل من الشرجم كنتفاجئ بالوالدة ومعها أم حليمة حاضرين وسط الجمهور، وحتى مرات المعلم وحمزة. كنت مخلوع أكثر من القياس، ولكن ملي حضروا فرحت بزاف وحسيت بالحماس. شوية ولا السقيل وبدات المسرحية. أنا ما قديتش نوقف على رجلي من كثرة الخلعة، ولكن وقت ما جات عيني في عين الوالدة ولا أم حليمة كنت كنشوف هذيك النظرة ديال الافتخار. والمعلم في الكواليس كان كيشجعنا وتيكمل لنا الجمل اللي نسينا. كنت كنتشجع وكنت تخشى في الدور ديالي، حتى لواحد الوقيته نسيت الجمهور وحيدات مني الخلعة. ملي سالينا كل شيء وقف وبدا كيصفق لينا. شحال عجبني هذاك المنظر. هنا فين غادي نفهم أن المجتمع ما فيش غير هذوك الحقارة والمتنمرين، ولكن فيه واحد الفئة اللي كتشجعك وكتخليك تحس باللي راك مهم بزاف وكتعاملك كإنسان بغض النظر على الخلفية ديالك ولا الوسط منين جاي. ملي سالت المسرحية جمعنا في واحد القاعة. كانت معنا الوالدة وأم حليمة، المعلم والأسرة ديالو. الوالدة بقات غير كتعنق فيا وكتبكي بالفرحة، حيت هذيك الليلة عرفات باللي غادي يكون عندي مستقبل حسن من هذاك الشيء اللي كانت دايره في بالها. احتفلنا مجموعين ومن بعد كلها مشى لدارو. موراها غادي نشاركوا بالمسرحية في المهرجان من بين 23 مؤسسة. جينا حنا الثانيين وخديت أحسن تمثيل. هذاك الولد اللي كان الكسول ديال القسم، الموسخ وجاي من دار الدعارة. بفضل المعلم أولا، ثم القائمين على المؤسسة وكاع الأشخاص اللي عندهم ضمير وساندوني ومدوا لي يد المساعدة. هذه هي الفترة في حياتي اللي خلاتني نتصالح مع ذاتي ومع المجتمع ونبدا نآمن براسي أكثر بلا ما نتسوق لكلام الناس. وهي الفترة اللي غادي تخلي الوالدة تبدا تراجع راسها وعلاقتها بولادها، وخصوصا داكشي اللي كانت كدير. ما كانش سهل تخرج من هذيك المهنة، داكشي خدا وقت. المهم أنها فهمت أنه كاين أمل. حتى المعلم ولا كيعطيني كتب كبر من العمر ديالي، ولا معمر لي الجدول ديالي لدرجة ما كنتش كنحك راسي بهذا المعنى. كان كيديني معاه لواحد المؤسسة كترعى ذوي الاحتياجات الخاصة، وكنا كنديو معنا حمزة. كنحاولوا نرسموا البسمة في وجوه هاد الفئة اللي كتار مني وما كاينش اللي مسوق ليها. وتيبقى ليا غير نهار الحد كنمشي ندوزو مع الوالدة أم حليمة وأختي. في الصراحة كنسمع بزاف ديال الناس كيتشكاو من العيا وقلة الوقت باش يديروا شي حوايج اللي عاديين، ولا ما كيديروا والو من الأساس، غير سبة كيديروها باش يجلسوا في القهوة ولا راس الدرب. ولكن المعلم عمرني سمعت من فمو كلمة عييت ولا ما عنديش الوقت. وكنظن أن السبب هو أنه كان كيبغي داكشي اللي كيدير، والأهم أنه كان مآمن بقضية واللي هي مساعدة الغير، خصوصا الفئات المهمشة في المجتمع. هذاك العام نجحت، وحتى الامتحان جبت فيه نقطة مزيانة. وهذاك الصيف غادي يقيدونا في برنامج ديال المخيم الصيفي، وحتى هذه كانت أول تجربة ليا، خلاتني نبدا نعول على راسي أكثر وننظم حياتي، واخا ما سالاتش زوينة. ملي رجعنا لقيت الوالدة كتسناني وكتبكي. حسيت باللي شي حاجة ماشي تلهيه. ملي مشينا للدار كنتفاجئ باللي أم حليمة ما كايناش. فين هي أم حليمة؟ فين مشات؟ بقات غير كتبكي. أنا بحال مسطي كندور في الدار وكنقلب عليها، وهي توقفني قالت لي راها مريضة بزاف ودابا راها في السبيطار، ما غاديش نقدر نديك عندها حيت ممنوعة الزيارة حتى للصباح. حسيت بالخلعة، كنت خايف تموت وما نودعهاش. الغد اللي مشينا عندها السبيطار كانت جثة هامدة اللي مخليها عايشة غير جهاز التنفس وكثرة الخيوطة والأجهزة اللي كانوا لاصقين فيها. ما حملتش هذاك المنظر ولا هذيك الريحة اللي كانت في السبيطار اللي ما غاديش تمسح ليا من الذاكرة ديالي. شديت ليها في يديها وبديت كنبكي وتنقول لها أمي حليمة أنا جيت، فيقي قولي لي شي حاجة. ولكن والو، عينيها مسدودين وما كتجاوبش معايا. كانت فترة سوداء في حياتي اللي خلاها تكون صعيبة عليا أكثر هو النهار اللي غادي يعيطوا لينا أنا وأختي باش نجيو نشوفوها، حيت حلات عينيها. ملي دخلنا ابتسمات وفرحنا، قلنا كاين امل غادي تعافى وترجع للدار. ما كانتش كتقدر تهضر، ولكن واحد الجمله كانت كتعاود ليا بزاف هذاك الصباح: اسمح لي يا ولدي، اسمح لي يا ولدي. وكانت اخر حاجه غادي نسمعها من عندها. وداك الامل كان غير زائف، حيت مورا اسبوع ما كاملش غادي تلفظ امي حليمه انفاسها الاخيره، غادي تموت ويموت معها واحد السر اللي شحال وهي مخبيها عليا. كلنا كنا مصدومين من هذا الخبر، وانا اللي تاثرت بزاف بينهم كامل. ما كانتش سهله عليا. مورا الوفاه ديال امي حليمه كل شيء تبدل، وحتى حاجه ما بقات كيف كانت.
المشيه للدار وهي ما فيهاش ما بقى عندها حتى شي طعم. وما كانش هذاك التغيير الوحيد هذاك العام. فاش طلعت الاعدادي تفاجأت باني غادي نبدل المؤسسه الخيريه وغادي نمشي لوحده اخرى فيها الكبار. كنت باقي ما استوعبتش الموت ديال امي حليمه، زاد كمل عليا هذا التغيير. لقيت راسي بعيد على اختي والعائله ديالي في الخيريه، بعيد على المعلم وحتى على الوالده. كنت غادي نتسطى كون ما كانش المعلم بجنبي، ما كنتش خايف على اختي حيت عارف غادي تلقى احسن رعايه وما غاديش تدوز من هذاك الشيء اللي دز منه انا ملي كنت في عمرها. داك الشيء لاش واخا ما كنتش كنتلاقى بها بزاف، ما كنتش مشطون من جهتها، وهي اللي كانت كتخليني نمشي مره للدار عند الوالده، حيت فين ما كنمشي كنتفكر امي حليمه وقلبي كيتزير عليا. والوالده حتى هي دوزات فتره صعيبه بزاف، كانت كتبقى غير ساهيه وكتبكي، وملي كنت كنسولها كتبقى عليا ما غاديش تفهم ولدي. تنقول لها فهميني، قولي لي شنو كاين، ولكن والو، كانت شي حاجه مبرزطاها ومخبياها عليا. فهداك الوقت مازال ما كنتش مستعد نعرفها، ولكن من بعد غادي نعرف السر اللي كنت كنصحابو تدفن مع امي حليمه. مع الوقت بدات المياه كترجع لمجاريها والحياه في اخر المطاف كتستمر، وكيجيو حوايج جداد كينسيوك في هذاك الشيء اللي فات. الخيريه اللي مشيت ليها كانت مختلفه بزاف على هذيك اللي كنت فيها قبل. الفراش كان موسخ والمسؤولين كانوا كيهملوا بزاف الدراري والبنات اللي في المؤسسه، وبلا ما نهضر لكم على الماكله اللي كانوا كيعطيونا. في الصراحه غير الدراري اللي كانوا تما معايا هما اللي كانوا مصبريني نبقى. وانا تنكبر وليت بحال اليد اليمنى ديال المعلم، وعلاقتي بالعائله ديالو خصوصا بحمزه زادت تقوات. كنت كنجيب نقاط مزيانه في المواد الادبيه، وكان المعلم هو اللي كيتكلف ليا بالدروس الخصوصيه في المواد العلميه باش كنت كنعوض النقص. ومع الوقت ما بقيتش كنتسائل شكون هو الاب ديالي، حيت اصلا ما بقيتش محتاجه، وربي عوضني باب احسن منه اللي سد ليا هذاك الفراغ اللي كنت كنحس به في صغري. وكنت كندير اللي في جهدي باش حتى اختي ما تحسش بالغياب ديال باها، وكنحاول نكون انا هو القدوه ديالها. بقيت كنمشي نعاون المعلم في العمل الجمعوي، وكنت مره كنتخلص واخا كان داك الشيء قليل. ولكن في الاعدادي وكتجيب فلوس بعرق كتافك في هذاك السن كانت من الحوايج اللي عاونوني نعرف بحق المسؤوليه ونقوي الشخصيه ديالي. كنت الدرهم اللي طاح في يدي كنجمعو في الاخر ديال الشهر كنخرج الوالده اختي وحمزه، واللي شاط كنخليه الوالده باش نعاونها تصرف على راسها وتخرج من هذاك العالم اللي كانت داخله فيه. حيت وانا تنكبر فهمت باللي الهضره بوحدها ما كافياش، صعيب عليها تجيب فلوس باش تعيش بشي طريقه اخرى وهي ما كتعرف حتى شي حاجه من غير هذيك الحرفه. في الاخر ديال فتره الاعدادي نجحت بمعدل مزيان وفرحات بزاف، حيت كيف قلت لكم في الاول كانت مستسلمه للحياه ومتيقنه انها دير اللي دارت غادي نخرجوا الطريق في نهايه المطاف. ولكن دابا كان خاصها تعاود تقلب وراقها. ملي طلعت الليسي بديت كنفكر في المستقبل الاسره ديالنا. واحد النهار كمشيت عند المعلم وقلت ليه بلي راه ما كرهتش نخدم ونقرا في نفس الوقت. بغيت نرجع للدار مع الوالده، ما بغيتش اختي تخرج من خيريه وتمشي وحده اخرى. انا دري نقدر نصبر على شي حوايج صعاب دوزتهم فيها، ما بغيتهاش هي تعيشهم. فرح بزاف، قال لي تبارك الله عليك اولدي، كبرتي قبل الوقت ديالك، ما تخافش، غير ركز في قرايتك انت وفكر في شنو بغيتي دير مورا الباك، والباقي خليه عليا. وكان عندي مشكل اخر من غير هذا الشيء، هو الوالده. عييت ما نفكر ليها في شي حاجه تسترزق منها وتبعد من الحرفه اللي كانت كدير. والحمد لله غير زين نيتك وربي ديما كيحل لك بيبان. كنقترح عليها المعلم تخدم كعامله نظافه، مره كان كيشوف لها شي جمعيه ولا شي حد من المعارف ديالو باش كتدبر على المصروف، ومن بعد دفع لها في واحد الشركه ديال الخدمات وتيسرات الامور، ولات خدامه بوراقها وبعرق كتافها. واخا هكاك بالنسبه ليا كانت باقا حاجه وحده اللي ناقصه، نتحولوا من هذيك الدار ونبداو صفحه جديده بعيد على نظره الاحتقار ديال الناس اللي كانوا كيعرفوها شنو كانت كدير. فاش كنت في السيزيام قدرنا نجمعوا واحد البركه انا والوالده، واستطعنا اخيرا نخرجوا من هذيك الدار اللي كانت وصمه عار بالنسبه ليا بسبب داكشي اللي عشت فيها وشفت ملي كنت صغير، وغادي نبداو حياه جديده. اخر نهار كنا كنجمعوا فيه الحوايج وقفت وسط الدار وبقيت غير كنتامل. تفكرت كاع هذاك الشيء اللي دوزنا فيها. مشيت للبلاصه فين كانت امي حليمه وجلست. ما كرهتش تكون كانت معنا حتى هي، شاركنا الفرحه ديالنا وتشوف ولدها كبر ولا راجل. توحشتها بزاف الصراحه. ديما كنحس باللي المشيه الخيريه ما خلاتنيش ندوز معها بزاف ديال الوقت، خصوصا فاش قربات تموت. ولكن هذه هي الحياه، ما كتعطيكش اي حاجه بغيتيها، كتاخذ منك وكتعوضك بحوايج جداد، وهذا الشيء اللي كتاب علينا. المهم تحولنا وخرجت انا من الخيريه باش نبقى مع الوالده. خليت اختي في المؤسسه اللي كانت فيها حيت عارفه غادي تلقى احسن رعايه تماك. واخا ما كانتش باغا الوالده في الاول، ولكن كان احسن حل حيت انا ما كنتش كنسالي بزاف مع المعلم، وفي نفس الوقت كنت كنوجد الامتحانات. ولكن كنت كنمشي مره مع المعلم كنديروا معاهم انشطه، ونهايه الاسبوع كنجيبها للدار كيف ولفنا ديما. وبالنسبه للتوجيه ديالي ما احتاجيتش نفكر بزاف،
اصلا المعلم رسم لي الطريق من شحال هادي، وبسببه ولي عندي ميول للاعمال الادبيه، وكنت عارف راسي غادي نكمل في هذيك الطريق. كان عزيز عليا نقرا الكتب والروايات، وكنت كنعاون المعلم في الانشطه المسرحيه اللي كنقدموا في المؤسسات الخيريه. وفي لما كيجي اقتراح ديال شي عمل فيه خلاص كان كيصيفطني انا، وحتى علاقتنا تطورات، وليت بحال ولدو ما تيفرقش بيني وبين حمزه، لدرجه اننا في بعض الاعياد والمناسبات كنا كنتجمعوا عنده في الدار. نجحت في الجهوي بمعدل مزيان، وداك الصيف المعلم كرا دار في واحد المدينه ساحليه حدا البحر ودانا كاملين. كانت هذه هي الطريقه ديالو باش يبين لي شحال انا عزيز عليه. تجمعنا كلنا كعائله وحده، وكان جو واعر. وبلا ما ننسى واحد الحاجه، مرات المعلم عمرها عاملت الوالده بشي طريقه ناقصه، بالعكس كانت كتعاملها بحال شي صديقه. وهنا نفكركم بواحد المقوله: وراء كل رجل عظيم امراه، حيت هي لعبات دور كبير في هذاك الشيء اللي كان كيدير المعلم. هاد الوقت كامل اللي داز هي كانت غير في الكواليس، وكانت كتشجعو على فعل الخير، وهي اللي كانت مقابله حمزه في اغلب الاحيان. وتيقوني ماشي شي حاجه سهله. من بعد غادي تجي مرحله ديال الباك، من غير ستريس ديال الامتحان كان كل شيء غادي مزيان. كنت كنفكر بزاف شنو غادي ندير مورا الباك، حرت ما بين الحقوق والفلسفه. وحتى المعلم كان كيقول لي هنا غادي خصك تعول على راسك، ماشي مهم شنو غادي دير، كتر ما مهم انك تختار الطريق اللي انت كتعجبك وغادي ترتاح فيها. وملي شديت الباك اختاريت شعبة الفلسفه، حيت كنت كنميل بزاف للكتب الفلسفيه، وكان عندي فضول نزيد نتعمق فيها. ولكن اللي مهم بالنسبه لي فوق هذا الشيء كامل ومتيقن منه 100% هو انني باغي ندير التعليم باش نكمل في طريق المعلم، وحتى انا نحاول نساعد الفئه ديال التلاميذ اللي ما نصفهم لا التعليم لا المجتمع. ملي طلعت لافاك رجعت اختي معنا للدار، واخيرا قدرنا نلمو شمل الاسره، والمياه بدات كترجع لمجاريها. ولكن واحد الحاجه هاد الوقت كامل كانت مبرزطاني، واللي حتى نتوما باغيين تعرفوها. شنو كانت مخبيه عليا امي حليمه؟ بصح ما بقيتش مسوق نعرف شكون هو الاب ديالي، ولكن كنت باغي نعرف الحقيقه، وما قلبش عليها في الصراحه. هي اللي لقات طريقها لعندي في الوقت المناسب واللي كنت مستعد فين نسمعها. واحد النهار مشيت انا والوالده للمقبره نزور امي حليمه، بقينا غير ساكتين وكنترحموا عليها. واحد شويه الوالده نهارت بالبكا، بديت كنصبرها، قلت نديها من بعد شي بلاصه تفوج وتبدل الجو. كانت الخدمه ديالها كتعيي بزاف وما كانتش كتحبس. مشينا لجنب البحر ونزلنا الرمله، وحنا كنتمشاو. سولتها مالك الوالده شنو مبرصتك؟ قالت لي ما عرفتش ولدي كيفاش غادي نعاود لك هادشي اللي في قلبي ومخبيه هادي سنوات. جاني واحد الاحساس غريب، حسيت بحال الخلعه وقلبي بدا كيضرب، ولكن حاولت ما نبينش. قلت لها انا دابا راه وليت راجل ومستعد نسمع اي حاجه، غير خوي عليا قلبك وما عندك مناش تخافي. وهي تبدا تعاود ليا كل شيء. القصه بدات ملي كانت باقا صغيره 17 عام، تعرفات على واحد السيد كبر منها في السن، قدر يلعب ليها بعقلها ويقنعها تمارس معاه علاقه غير شرعيه اللي غادي تكون سببها حتى جرى عليها جدي من الدار. ملي لقات راسها على غفله في الزنقه ما عرفات ما دير. فكرات في واحد جارتهم كتعرفها، مشات عندها قصداتها. ملي عاودت لها شنو وقع استقبلاتها في دارها، ولكن ما كانت كتعرف عليها حتى شي حاجه. هذيك الساعه هذيك السيده ما كانتش نيتها صافيه من جهتها، لانها كانت كتشوف فيها ضربه صحيحه تقدر تخرج منها الفلوس. كيفاش؟ انا نعاود لكم. باش تعيش كانت كتدخل في علاقه مع شي واحد متوفره فيه واحد الشروط، هو كيصرف عليها وهي كتعطيه الجسد ديالها وكتسد ليه احتياجات الجنسيه ديالو. بالنسبه ليها هو رابح وهي رابحه. ملي جات الوالده بدات كتلعب ليها بدماغها باش حتى هي دير بحالها الا بغات تعيش مهنيه. وملي ما كانتش كتبغي كتقصح معها الهضره وكتقول لها الا ما خلصتيش معايا المصاريف ديال الكرا والماكله غادي تخرجي في حالك للزنقه. الوالده ما رضاتش لراسها هذاك الشيء، مشات للدار باش ترجى جدي يسمح ليها وترجع للدار. في نهايه المطاف هي بنته من لحمه ودمه، ولكن ما بغاش. قال ليها بنتي ماتت شحال هادي. الوالده تصدمات ملي سمعت هذيك الجمله. من هذيك اللحظه حسات بشي حاجه تهرست في الداخل ديالها، وعرفات باللي راه عمرها غادي ترجع تعيش مع باها وامها. رجعت مستسلمه عند هذيك السيده، بقات معها حتى كلات ليها دماغها وقنعاتها. واحد الليله جا واحد السيد للدار، وملي شاف الوالده عجباتو وطمع فيها، وكان هذاك هو الطعم اللي غادي تبتالعو الوالده وغادي يجرها لعالم الانحراف والدعاره. بقات كطمعها بالفلوس الحوايج والسفر. شويه بشويه بدات كتزعمها بلا ما تعيق، حتى بداو كيخرجوا يسهروا بالليل. في وحده من هذوك السهرات غادي تلاقاو وحده من صحابات هذيك السيده، غادي يدوزوا الليله مجموعين، ومن بعد غادي تطلبهم يمشيو يكملوا السهره معها في الدار. عرفتوا هذيك صاحبتها شكون؟ هي امي حليمه. وهذيك الدار
هي اللي كنا ساكنين فيها. امي حليمه كانت معروفه بالنشاط وديما عندها الدار عامره، وهذيك الليله بزاف من الرجال اللي كانوا معاهم كانوا كيسولوها على الوالده. كلشي كان طامع فيها حيت كانت باينه فيها باقانيه وما مجرباش. هنا غادي تشوف فيها ضربه صحيحه، وغادي تهضر مع صاحبتها باش تجيبها تسكن معاها، وداك الشيء اللي وقع. جابتها لعندها وبقات خدامه معاها. مع الوقت علاقتهم تطورات ولاو قراب لبعضياتهم بزاف، حيت عندهم تقريبا نفس القصه. الفرق هو ان امي حليمه هي اللي هربات، كانت خايفه من خوتها وما عمرها عاودت رجعت للدار. دازوا سنوات وتعرفت الوالده على واحد من الزبائن ديالها اللي كان كيبغيها وكان ديما كيجي عندها. في هذاك الوقت امي حليمه كانت كتلعب غير دور الوسيطه، والوالده حاولت تجمع راسها وكانت كتعطي وقتها كله لعلاقتها مع هذاك السيد. بقاو بحال هكا حتى لواحد النهار غادي تفاجئ وتلقى راسها حامله بواحد الولد، وهذاك الولد هو انا، وداك السيد هو الاب ديالي. كانت فرحانه بزاف وكانت كتسنى غير امتى تقولها ليه، ولكن ملي عرف الخبر ردة الفعل ديالو كانت عكس داكشي اللي توقعت الوالده. صدم بالخبر وتخلع من المسؤوليه، ولقى اسهل حل هو انه يتبرأ منها، وقال لها سيري شوفي شكون باه، بغيتي تلصقيه فيا. من هذاك النهار ما بقاش رجع، والوالده دخلت في حاله اكتئاب لدرجه انها كانت كتكرهني ملي كنت صغير، وهذا الشيء كيشرح بزاف ديال الحوايج. اما بالنسبه لاختي، الوالده راه ما عارفاش شكون هو الاب ديالها، وكنظن راكم عارفين علاش. مورا ما سمعت هاد القصه تزيزنت وبقيت غير كندور هاد الشيء كامل في دماغي، وعاد فهمت علاش امي حليمه كانت كتقول لي اسمح لي يا ولدي قبل ما تموت. وبزاف ديال الحوايج بداو كيجيوني منطقيين. في الحقيقه ما حقدتش على الوالده، بالعكس حاولت ندير راسي بلاصتها وتفهمت هذاك العذاب النفسي اللي غادي تكون داز منه هاد الوقت كامل. وحتى امي حليمه عندي معاها بزاف ديال الذكريات زوينه، كنت كنعتبرها في مقام جداتي وما يمكنش ليا نحقد عليها، الله يرحمها ويغفر ليها. اما بالنسبه للاب ديالي الحقيقي ما كنعرفوش وما باغيش نعرفو، وما كيستاهلش حتى نقلب عليه. الحمد لله ربي عوضني بالمعلم اللي كنعتبره اب وقدوه ديالي في الحياه، وحتى هو كيعتبرني بحال ولده، وعلاقتنا غادي تزيد تقوى مع الوقت. اما بالنسبه لاختي غادي ندير اللي في جهدي باش نعوض ليها الغياب ديال باها، وحتى انا بدوري غادي نقول لها الحقيقه نهار غادي تكون مستعده تسمعها، وغادي تلقاني ديما بجنبها الى عطاني الله الحياه. دابا رجعوا معايا فاش كنت صغير قبل ما نتلاقى بالمعلم. كيفاش كانت غتكون حياتي؟ كون قريت في قسم اخر ولا عند معلم اخر وبقى كيعاملني كيف كانوا كلهم كيعاملوني؟ اكيد النهايه راه باينه كيفاش غادي تكون. غادي نكون دابا انا هو داك المسخوط ديال الدرب اللي حاقد على المجتمع وخارج من الابتدائي، ما كيعرف يدير حتى شي حاجه في الحياه من غير ينتقم من المجتمع اللي طلعوا بحال هكا. وتقدر كاع تلاقى معايا في الزنقه وتقول شوف على مسخ ما مربيش شمكار وكاع الاسماء اللي على بالكم. هذا حال بزاف ديال الدراري والبنات اللي عايشين ظروف خايبه، لا الاسره لا المجتمع ولا التعليم كيربيهم ولا كيراعي ليهم، كيبقاو مهمشين لسنوات حتى كيكبروا كيخرجوا الطريق. وهاد الفئه راها كبيره وغادا وكتزاد تكبر. وبلا ما نطول عليكم، كانت هذه هي قصتي. كنتمنى تكون وصلاتكم رسالتي وما نكونش تقلت عليكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الايجابيه والتعاطف ديالكم، وما تنساوش خليوا لي لايك واشتركوا في قناه شوف قصتي. كتبوا لي في التعاليق شنو استخلصتوا من القصه ديالي، رايكم كيهمني بزاف، والله يوفق الجميع.